السلام عليكم، نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا كنحاول ما امكن انني كل مره نبدل الكونتوني باش نشوف شنو هو الكونتوني اللي غيلائم الجمهور ولا غيلائمني حتى انا. هذا الفيديو ان شاء الله غيكون مجموعه من القصص ديال واحد الناس اللي ماتوا ورجعوا للحياه. هاد القصص حقيقيه بالاحداث ديالها حقيقيه بالشخصيات ديالها حقيقيه بكلشي ديالها حقيقي. كنتسنى منكم انكم تقولوا لي تحت واش هاد النوع ديال الكونتوني مزيان ولا ماشي مزيان، يعني نحكي قصه نسرد روايه يعني بحال هاد الشكل واش مزيان ولا ماشي مزيان. ما نطولش عليكم، خلينا واحد لايك واحد ابوني نبدا. في الحياة الناس كيموتوا كل نهار، فرق ما بين ميت وميت. شي ناس كيموتوا كيسلموا الروح ديالهم وكيمشيو، شي ناس اخرين كتبقى الروح ديالهم معلقه ما بين السماوات والارض. وهاد الفئه اللي كتبقى الروح ديالها معلقه هي الفئه الاكثر غرابه ما بينهم، حيت هما اصلا ما كيموتوش ولا نقدروا نقولوا ما كيقبلوش الموت ببساطه. هما الجسد ديالهم كيدفن وكيتلاحوا اول بلاط ديال الرمل باش ان داك الشخص يتدفن، الروح ديالو كتخرج في عوض ما كتطلع عند الله كتبقى تدور. لكن انت كتظن بان الاموات ما كيهضروش؟ في الشتاء 2017 مسرحة بوسان في كوريا الجنوبية استقبلت واحد الجثة ديال واحد البنت عشرينية، قالوا بأنها انتحرت شنقا، يعني شنقات راسها. سالوا الأطباء التشريحيين العمل ديالهم، بدات كتجهز ديك البنت باش انها تغسل، ولكن هما كيغسلوا فيها واحد الطبيب فيهم لاحظ بان كيخرجوا واحد الفقاعات من الفم ديالها. الطبيب دخلو الشك وقرب منه وقال واقيلا راه غير الهواء اللي باقي عنده لداخل كيخرج على شكل فقاعات. ولكن فاش قرب الودن ديالو حداها ويسمع الهمسات، سمع شي حد بحال كيدوي من بير والصوت مكتوم بزاف. سجلوا الصوت بدافع الفضول وداوه لواحد المخفر مخصص في دراسة الترددات الصوتية والموجات الصوتية. والمفاجأة هي أن التردد ديال داك الصوت كان 18 هرتز، واللي كيعرفوا العلماء على أنه الصوت اللي تحت السمعي، واللي كيكون غير في الأشياء الخوارق للطبيعة. بحال مثلا كتسمع شي همسات، بحال مثلا فاش كتسمع شي واحد عيط لك ولا حتى واحد ما عيط لك. هذوك الاصوات اولا بداك التردد ديال 18 وداك التردد بالضبط صنفوا العلماء على انه صوت تحت السمعي. منين صافي سالوا التصفيه ديال داك الملف الصوتي، سالوا الخدمه ديالهم، سالوا دراسه ديك الترددات اللي كاين في داك الصوت، سمعوا واحد الجمله مشوشه ولكن في نفس الوقت مفهومه. وهاد الجمله كانت انا ما متش واللي خلاني نبان. هاد الكلمات بالضبط خلت البوليس انهم يعاودوا يفتحوا التحقيق ويحققوا في الحادثه اللي وقعت. ومن بعد الضغط والتحقيق والاستنطاق اللي داروا على المشتبهين بهم، في الاخير اعترف الخطيب ديالها انه هو اللي خنقها بيديه وعلقها ودار ليها الحبل على عنقها باش تبان بانها راه منتحره. البنت ما لقاتش شي كلمات كافيه باش انها تنقذ راسها وهي باقا حيه، ولكن من مات هضرت بما فيه الكفايه باش انها تفضح داك الشخص اللي قتلها وتاخذ حقه. والمحقق اللي كان شاد القضيه ديالها قال في واحد المذكره ديالو بان البنت ماتت وهي ساكته، ولكن وهي ميته قدرتها. مستشفى سانت جيمس في مانشستر في 1994 في بريطانيا ماتت واحد المراه سميتها روزالين ويكفيلد بسبب واحد سكته قلبيه مفاجئه. الاطباء حاولوا يرجعوا للحياه ولكن فشلوا، ومن بعد ما تاكدوا من الموت قيدوا الساعه ديال الوفاه وداوها للمورغ المشرحه. بعد 5 السوايع دخلت عامله تنظيف المشرحه باش انها تنظف. ما كان في الوحده شي صوت من غير الصوت ديال الضوء فوق منا. عارفين هذاك الصوت ديال البوله اللي كيكون الفوق فاش كيكون الصمت في البيت وكتكون غير راسها اللي كتسمع. وفجاه القلب ديالها تجمد وهي كتسمع واحد الهمسه جايه من الظلام وكتقول كنحس بالبرد ماما، كنحس بالبرد. غوتات وهربات بحال شافت الموت بعينيها. ملي سمعوا الاطباء والممرضين الصوت ديال ديك المراه خارجه وهي كتجري وخايفه، مشاو باش يشوفوا اشنو واقع، ولكن تصدموا من النتيجه اللي شافوها قدامهم. لقاو بلي مؤشرات الحياه ديال ديك المراه بدات كترجع، النبض ديال القلب ديالها بدا كيرجع خفيف وكيتصاعد، والحراره بدات كترجع شويه بشويه من صباعها اللي كانوا متلجين لراسها. روزالين رجعت للحياه، ولكن العينين ديالها بقاو فيكس في السقف، يعني بحال قلتي جسم بدون روح. ما كترمش، ما كتهضر، ما كتتحرك، مفيكسه عينيها في واحد البلاصه بالضبط بحال كتشوف شي حاجه حنا ما كنشوفوهاش. وهاد القضيه هذه ديال انك كترجع من الموت سواء بشيء طبي سواء بشيء روحاني عندها بزاف ديال السلبيات اللي اكثر من الايجابيات ديالها، باش يقدر هذاك الغشاء اللي بينك وبين العالم الاخر كيحيد. وبعد سيمانه بالضبط رجعت الحاله ديالها كتدهور ورجعت ماتت ثاني، بحال الا في الاول رجعت من الموت غير باش تقول لنا شي حاجه، ولكن لسوء الحظ ما قدرت تقول حتى شي حاجه. في عام 2013 خرج واحد الخبر اللي خلى الناس ديال الهند كاع كاملين يتزعزعوا. في واحد البلده صغيره سميتها بندرهالي في الهند كانت واحد البنت سميتها انجلي كومار عندها 23 عام. كانت راجعه من واحد الحفل مع الاصدقاء ديالها في الحافله، ولكن لسوء الحظ هذيك الحافله ارتطمت بواحد الشاحنه وهي تقلب، وملي تقلبات حتى واحد ما قدر باش انه يحل الباب ويخرج. شعلت فيها العافيه وتحرقات كامله، وكاع الناس اللي كانوا تما ما بقى منهم والو من غير الرماد، لدرجه انهم ما قدروش يتعرفوا عليها غير بالحمض النووي.
ولكن الغريب فهادشي كاع كامل هو بعد الجنازه ديالها ب3 ايام الاب ديالها غادي يتلقى واحد الاتصال من الهاتف ديالها الشخصي، بحكم باه ما كيفهمش بزاف لا في التليفونات لا في الشبكه لا حتى شي حاجه. قال هو راه غير شي مشكل يعني كاين في الريزو ولا شي مشكل في الشبكه ولا شي حاجه. ولكن منين جاوب هو يسمع الصدمه ديال حياته، سمع الصوت ديال بنته اللي كتقول انا خايفه بابا واش كتسمعني. وبقوه الصدمه طيح التليفون من يديه وطاح غيب. دخلت الشرطه واللي قالت لهم انه راه غير شي خلل بسيط في الشبكه، يعني راه ما كاينش يعني شي حاجه اللي كبيره بزاف، او لا يعني كاين احتماليه ان بنتك تكون فريرها باقا حيه وهي اللي عيطت لك. ولكن الامر اللي خلى هذا الشيء صعب باش انه يتيقوا الاب هو انها بقات كتعيط له مرارا وتكرارا، وفي كل مره كتعيط له كيسمع يا اما صوتها كتبكي يا اما صوتها كتهمس يا اما شي خرباشات يا اما كتغوت يا اما كلام متقطع. انا هنا في الظلام، انا وراك، شوفني. وملي تتبعوا الرقم ديال البنت اللي ماتت لقاوها باللي جايه من البلاصه فين تحقق الحفله. حتى لينا غنكونوا سالينا. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش خلونا لايك واحد ابوني، ونتسنى الفيدباك ديالكم لتحت. واش عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات وهذا النوع ديال القصص، اولا نتوما اقترحوا عليا قصص اولا اقترحوا عليا روايات اللي بغيتونا نسردها. هادشي اللي كاين. مع السلامه.